قلت لك سمحي لي سيري تديري الليزر ولا ديري عمليه تجميل وديري كاع داكشي اللي بغيتي ديري. كتلوحي فيديو اللي بغى السماحه يطلع على الرباط وكتسالي داكشي كامل. وفاش يبقى لك خطي بان كحل ولا شي حاجه في وجهك راه غادي نجي انا وغادي نخلص لك تطواج في اللون تاع الحمك اللي ما غاديش يبقى. بالنسبه ل5 المليون اللي كتهضري عليه راه انا ما محسوباش عليا، انا محسوبه على بابا. تلاقيت معاك في الزنقه وقولي انت واش عمرني دويت معاك؟ شحال من مره تلاقيت معاك بوحدي. سمحي لي سمحي لي صافي بقيتي كتلوحي فيديو كتحشي في الهضره قصلي مي بعدا وانا ونجاوبك انا غير فيديو ودوك اللايفات اللي تلاحوا قدام بعدا قدام ديك الساعه فاش كنت الله وخرجت كما قلتي بيني وبينك غدا قدام الله. ما تجيش في هذا الغلط تاعك حتى حنا غلطنا وقلنا لك سمحي لنا. وكنت صفت لك كان واحد النهار مشيت درت انا تطواج وهضر معايا داك مول التطواج قال لي الا كان عارف المشكل ديك الساعه قال لي الا بغيتي هكا ما كاينه معنا. وقلت لي الصراحه ما كاينه معنا وصفت لك ميساج في بريفي وقلت لك سمحي لي سيري تديري الليزر ولا ديري عمليه تجميل وديري كاع داكشي اللي بغيتي ديري في وجهك وجي نجي انا غادي نخلص لك تطواج في اللون تاع الحمك في يجيب مداد في اللون تاع الحمك غادي نخلصوا لك بشحال ما جا راه قرايه قداك كيجيبها ب7000 درهم وكنت غادي نخلصوا لك انا وصفتها لك. وانت اشنو درتي في بلاصه ما تهضري معايا ولا تجاوبي في شي حاجه ولا ما تجاوبيش كاع؟ كان ممكن ما تجاوبيش نضتي حتى كتلوحي فيديو اللي بغى السماحه يطلع على الرباط. وهذا الشيء امتى؟ هذا الشيء فاش الله وقع المشكل مورا ما خرجت وما فكرتيش زعما تقولي تندم مع الحال. وديك الساعه كنت ندم مع الحال ولكن فاش تنشوفك انا اللي غلبيه فهمتي انا صبرت في راسي وقلت اجي نقول لها سمحي لي واجي ندير واحد الطون من عندي دي او ان اجي نديرو من عندي وغاجي نتعاون معك وغاجي انا فاش تصلي داكشي باغا دير حيت كنتي كتقولي باغا ديري الليزر وباغا ديري عمليه. المهم شحال من حاجه داكشي باش ديرها قلت لك انا سيري تتسالي داكشي كامل. وفاش يبقى لك خطي بان كحل ولا شي حاجه في وجهك راه غادي نجي انا وغادي نخلص لك تطواج في اللون تاع الحمك اللي ما غاديش يبقى داك الخط. وانتي ما فكرتيش بيه قلت علاش ما جاوب. قلت لك انا كان ممكن ما تجاوبيش كاع كان ممكن ترمي راسك ما تجاوبيش ولكن انت لا نايضه فيديو اللي بغى السماحه يطلع على الرباط. فين نطلعوا الرباط حنايا في مراكش؟ علاش بغيت نطلع انا الرباط اللي بغيت السباحه انايا حداك وقلتها لك وانت ما بغيتيش. شنو شي حاجه اكثر من هذا الشيء ما يمكنش. سمحي لي راه هي كلمه تتقال ما تخلصي على ما ديال تقدر تكون معنويا بالنسبه لك ولكن مجانا راه انا قلتها لك مجانا ومعنويا. انت بغيتيها بشي طريقه اخرى اللي انا ما عرفتهاش اللي كان ممكن توضحها ليا. كون باغا انت شي حاجه اخرى غادي نديرها معاك. وبالنسبه ل5 المليون اللي كتهضري عليه راه انا ما محسوباش عليا. الا هادشي انت هادشي عارفه وكتقولي بلي راه انا خصني نعشرها لك. المهم راه انا ما محسوباش عليا، انا محسوبه على بابا حتى هو كان ديك الساعه انا كنت مين ما محسوباش عليا، انا محسوبه عليه هو. باش تقولي ما عطيتنيش فلوس انا ما عندي ما نعطيك ما خدامه ما تنقرا ما تندير حتى شي حاجه اللي تربح فيها الفلوس باش تقول لي ما عشنيش فلوسي. داكشي محسوب على بابا. وقت ماشي بسمحي لي وصافي انا قلت لكم شنو كاين صافي ولكم واسع النظر. ولا بطلب سماحه راه غطلبها من سلمى ماشي من شي واحد. صافي اللي بغى يقول شي حاجه انا ما عنديش مشكل. فهمتي راه ذنوب ديك السيده اللي كتعيروا فيها يجي يخرجوا فيكم. حيت ديك السيده الخير اللي دارتو في حياتها محال يجي توصلوا فيه حتى قد هكا. وهي براسها كنت تقول لها حشومه وقنعتني حتى هي. وهي فاش كنت صيفط لها قلت لها ماما راه بغيت نمشي بغيت نخلصوا لها تطواج وهذا قالت لي واخا ما كاينش مشكل عجبها الحال. وانت هادشي كامل كنت ديرو انت عرفتي ماما كي دايره جات باش شفتيها مره ما جوج ما ثلاثه ما اربعه شفتي دارنا كي دايرين كاملهم قبل كاع بلا هادشي كنتي مشيتي ديري التنازل بالفلوس وقالوا لكم معاكم الفلوس وانتم بغيتوا التنازل والالتزام تاع اي حاجه خسرتي على وجهك تخلص عليك ماما حتى نهار يبرى لك وجهك. وهادشي ما يمكنش. داكشي باش كملنا القضيه على بلا تنازل. صافي انت بغيتي حاجه اخرى قولي لي اشنو بغيتي باش نسلم معاك الالتزام تاع عدم التعرض. انا ما كنتلقاش لك في الزنقه. وشحال مره تلاقيت معاك في الزنقه وقولي انت واش عمرني دويت معاك؟ شحال من مره تلاقيت معاك بوحدي تلاقيت معاك انا وشي حد تلاقيت معاك بوحدك وانا بوحدي وما عمرني ما دويت معاك. وتنشوفك هكا وتندور وجهي وانت كتشوفيني وما عمرني ما دويت معاك. راه كيف ما كتقولي انت انا تلاقى معايا في الزنقه بقات لي حركه هكا تضحك عليا ما عمرني ما دويت معاك. وهاد البنت هي كانت معايا واحد النهار وكنا تلاقينا معاك في الاحباس كنا في البال لقيتك تما وكانت معايا فلوس وما دويتش معاك وجا في وجهك وما دويتش معاك. ما درت حتى شي رياكسيون زعما ضحكات ولا شي حاجه فهمتي ما ضحكت عليك ما سبيتك ما درت لك شي حركه بيديه ولكن انت كتبقاي كتخرجي كل ساعه حشومه. صافي داز هذا الشيء
صافي الهضره وصافي نسى الموضوع. بقى انت كل ساعه دارت ليا فعلت ليا، كل ساعه تخرج لدي مالك يا اختي. صافي اللي وقع راه وقع. اشنو دابا اشنو بغيتي مني انا نديرو لك انا؟ قولي لي ولا قولي للناس راه هو غادي يوصلني. شي حاجه اخرى ما فوق طاقتي ما يمكنش. وصافي هادشي اللي عندي راه قلتو. شكرا. ما كانت مشات عندها البنت وقالت لها سمحي لي دونك صافي هذا الموضوع خصو يتسد. واش بقاو كل ساعه بقيتي تبعت شي فيديو كتحشي في الهضره قبل كاع ما بالكاش عندك بالسلامه. اش كاين؟ اش باش توصلي مي بعدا وانا ونجاوبك انا غير بفيديو ما فيه حتى شي حاجه اللي انت ردتيها بحال هكا كبرتي الموضوع بزاف. ودوك اللايفات اللي تلاحوا قدام بعدا قدام، الا جيتو تقارنوا زعما صوشي مع ديك الساعه راه قدام ديك الساعه فاش كنت يلاه وخرجت. انا تنسى راسي وبقى كومونت والله ما عندي الصدق ديروا هي شي كومونتير جديد. المهم هادشي ولفنا صافي. هادشي اللي بغيت نقول. اللي بيقول شي حاجه يقول انا ما كاينش مشكل. قولوا لي عجبكم، اللي بيسب انت عرفني اون بيرسون راه كيعرفني انا ما عندي كاع حاجه نتسوق لها. هي هادشي تاعكم صافي. كما قلتي بيني وبينك غدا قدام الله صافي. باي باي بيزو يا اخوان. المهم انا بديت نوضح واحد اللعيبه اللي هو فاش الا دار شي واحد شي حاجه خايبه بزاف اللي نتوما كتجيو كتسمعوها كتشوكا وتقولوا علاش اشنو اللي خلاه يجي هكا. دونك راه كيف داك القد باش تشوكيتو نتوما هو بدا اكثر من الدوبل تاع داك القد باش اللي خلاته هو يجي ديك الحاجه. اولا ديك الساعه ماشي انا ديك الساعه باقي صغير كنت عندي 16 سنه دابا عندي 18 كنت عندي 16 وكنت متبع عندي 70,000 طبيب من صغري. وهاد القاد ديالي خرجوا كيعايروا بها تاع انا مربيني كانت في راس كلشي ديك الساعه وهي براسها كانت تعايرني بها ديك الساعه وتقول لي شنو كارحي علاش تنكمي واش. المهم شحال من حاجه بحال هكا اللي هي اصلا ما قالتش هاد الشيء فهمتي. هي بغات تبان غير ضحيه وصافي وحنا بنا نبانو خايبين 100%. صافي هاد الشيء اللي كاين. وانا شحال مره مشيت عندها وكنقول لها فهمتي ديك اللعبه تاع قولي سمحي لي راه باغا نجي ندير معاك حتى شي حاجه. لا السيده اصلا بعدا تقول لك كاينه تخنزيرات باك تخنزرش هي عينا دايرين بحال هكا بلا ما تخنزر ماشي تجي تقول لكم لا انا خنزرت فيها وجات ضربتني وتتخربق. هو وقع غلط وقلنا وديك الساعه تسامحنا في اللايفات وكنت نطلق لايفات كاع ما كندوي على هذا الشيء اصلا غير باش تعرفوا اللي كان كيتفرج فيا. فدابا نجي نقول لك سمحي لي الا كانت غادي تبرد لك داكشي اللي في قلبك سمحي لي وصافي سيري جري اللي عجبك ديك الساعه مورا سمحي لي. شوفي ما غاديش فهمتي ما غاديش نقول شي حاجه ما كايناش ولا شي تخربيقه غادي نزيدو من عندي. ودوك اللي تيبقاو شي يهضروا ادوبتي ما ولا شي واحد. لا اللي تيسبقوا هذيك لانفلونسيز اللي نايضه تقول ديك لانفلونسيز اللي نايضه البارح تلقى لايف تقول شوفي ادوبتي انت مالك انا جاي فينا هما تعرفني وانا خارجه من دارهم جالسه في دارهم تجيو لدارهم تكلفوا كاملين جيو لدارنا مرحبا بكم تعرفوا اصلا صافي شي ديك انا ما كنتش اصلا بغيت نطلق لايف راهي حيت مشيت نقلتها صافي دبروا راسكم انا ما نجيش السوق في هذا الشيء كامل باش تعرفوا واللي في جدو شي حاجه يجي راه. للمزيد تابعوا فيديوهات مجلة لالا العروسة الحصرية. مجلة لالا العروسة أخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.